ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو ده هقول لكم عن 7 نصايح هتساعدكم ان انتوا تطوروا من نفسكم. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبدا. اول نصيحه، اهتم بصحتك. لازم ان انت تحاول عامه ان انت تلعب اي لعبه، مش فيفا ولا بيس ولا روبلوكس ولا اي لعبه من العاب الموبايل. قصدي ان انت تلعب لعبه على ارض الواقع. يعني مثلا تحاول تلعب العاب قتاليه مثلا زي الجوجيتسو. ولو انت مش عارف ايه هو الجوجيتسو هسيب لك تحت صفحه الفيسبوك بتاعتهم وجرب، ممكن تنفعك زي ما نفعتني. ولو انت مش بتحب اي لعبه من الالعاب القتاليه ممكن ان انت تجرب اي لعبه انت بتحبها زي مثلا السباحه او الكوره. تاني نصيحه، ابعد عن التسويف. التسويف هو من اكتر الحاجات اللي ممكن تخلينا نفشل في حياتنا. ليه؟ هقولك، بس قبل ما اعرفك ايه هو التسويف لازم اقولك ليه ممكن ان التسويف يخلينا نفشل في حياتنا، وكمان ايه هو التسويف. بص، التسويف ده هو عبارة انك تأجل ان انت تعمل تاسك معينة او انك تاخد قرار مهم نتيجة لحاجتين، يا اما الخوف يا اما الكسل. زي كده لما يكون جاي لك سؤال في امتحان وانت حاسس ان هو ليه اجابتين فبتتوتر وبتكون مش عارف تختار انهي اجابه. المهم، ليه ممكن التسويف يخلينا نفشل في حياتنا؟ اعتقد انك فهمت لما قلت لك ايه هو التسويف، لانه ببساطه بيخلينا ناجل مهام مهمه ولازم نعملها، وبيخلينا ناجل المهمه دي عشان حاجتين زي ما قلت، الخوف والكسل. ثالث نصيحه، تعلم مهاره تفيدك في المستقبل. حاول دلوقتي ولازم دلوقتي انك تتعلم اي مهاره بره المدرسه، بالذات في الوقت ده، لانك لما تكبر مش هتلاقي الوقت الكافي اللي يخليك تتعلم مهارة بسرعة، وهتطول جدا في ان انت تتعلم المهارة دي، يا اما بظروف الحياة لانك كبرت وخلاص عليك مسؤوليات، او باي اسباب تانية، سواء بقى ان الجامعة وان انت مشغول في الامتحانات وكل الحوارات دي. فلازم في الوقت ده بالذات انك تتعلم اي مهارة تفيدك في المستقبل، وده اللي اسمه التطوير الذاتي. وهو رب بيخلص، الحمد لله ما يبص. وده اللي اسمه التطوير الذاتي، وهو ان انت تتعلم اي مهارة بره المدرسة. زي ايه؟ مثلا زي التصوير. التصوير ده حاجة هتفيدك جدا في المستقبل، وصدقني هتفيدك، لان التصوير انت ممكن تجيب منه فلوس كتير. ولو انت مش بتحب التصوير او مش بتعرف تتصور قوي ممكن ان انت تاخد كورسات في التصوير. ولو انت مش من النوع اللي بيحب التصوير قوي زي كده ممكن ان انت تدور على اي مجال بيعجبك وتتعلمه لحد ما تتقنه وتستخدمه وتعرف ان انت تجيب منه فلوس. ومش لازم ان انت تجيب منه فلوس، ممكن ده يفيدك في معلوماتك الشخصية او العامة. وكمان حاول انك تتعلم اي لغة غير الانجليزي، مثلا الماني، اسباني او فرنساوي، وده طبعا بعد ما تكون بتتكلم كويس في الانجليزي، لان دي اهم لغة واللغة اللي الناس كتير جدا بتتعامل بيها دلوقتي. 4، اكتب اهدافك بذكاء. حاول انك لما تيجي تكتب اهدافك، وبالذات دلوقتي لاننا داخلين على سنة 2024، ولو انت عايز ان انا اعمل فيديو مخصوص عن الموضوع ده قولي تحت في التعليقات او اكتب لي في انستجرام وانا ان شاء الله هعمل فيديو عن الموضوع ده. المهم، حاول انك لما تيجي تكتب اهدافك تكتبها بذكاء. يعني ايه؟ يعني مثلا ما تكتبش ان انا عايز اقرأ السنة دي في 2024 20 كتاب. هو انت كده اصلا مخك اول لما يبص على الورقة او على ايا كان المكان اللي انت كاتب فيه الموضوع ده مخك هيكسل ومش هيقرأ ولا كتاب اصلا طول السنة. وده اللي انا كنت بعمله زمان. يعني ان انا كنت عايز ان انا اخد كورس كذا، واخد كورس انجليزي وكورس كتابة سكريبت وكورس مونتاج وكورس كذا وكورس كذا وكورس كذا في سنة 2024 مثلا. فانا مخدتش الا كورس واحد وما كملتوش اصلا، فانا كده هيجيلي احباط. فمثلا بدل ما انا اكتب كل الكورسات دي ممكن ان انا اكتب لي كورس او كورسين ان انا اخدهم، ولو خلصتهم هخش على الكورس التالت او التاني. يعني انا كاتب ان انا هاخد الكورس الانجليزي بس السنه دي، خلصته هخش على المستوى التاني مثلا. ولو انت مش عارف ايه النظام ده خش على قناه امريكان انجلش، وانا قبل كده اتكلمت عن قنوات يعني هتفيدك، وامريكان انجلش كانت موجوده فيه. لو انت عايز تعرف اكتر خش على الفيديو. المهم، فانا مثلا هخش على المستوى التاني، عايز اغير بقى وخلصت المستوى التاني خلاص وزهقت من الانجليزي هنقل لحاجه تانية. المهم ان انت ما تكتبش اهدافك بالشكل اللي محدش يقدر ان هو يحققه. يعني ما تكتبش ان انا عايز اقرا 20 كتاب، حاول انك تكتب مثلا ان انت تقرا كتاب او كتابين او 3 على يعني اكتر حاجه بالنسبه لي دي 5 وانا ما عملتهاش في حياتي من ساعه ما اتولدت. حاول مثلا ان انت تكتب انا عن نفسي السنه دي السنه 2024 مخطط ان انا اقرا كتابين. ولازم انك كمان بعد ما خلصت وحددت هدف واقعي انت تقدر ان انت تمشي عليه لازم ان انت تكتب ازاي هتنفذ الهدف ده وتوصل للي انت عايزه. 5 نصيحه،
خد بريك. من اهم الحاجات اللي الناس كتير بتتجاهلها وهي ان هي تاخد بريك. يعني مثلا تقول انا مش هاخد بريك وهكمل شغل عشان انا لما باخد بريك بطول. انا عارف ان دي ممكن تكون مشكلة عند بعض الناس، وكانت عندي ان انا مثلا كاتب ان انا هاخد بريك 5 دقايق، بيفتح مني وباخد البريك ده بيبقى ساعة وساعتين. ان شاء الله انا هعمل فيديو عن الموضوع ده. المهم ان انت ما ينفعش ان انت ما تاخدش بريك، لازم ان انت تاخد بريك عشان مخك يفصل، لان مخك لو فضل شغال هيفصل. زي كده الموبايل، يعني انت مثلا الموبايل هو انت مثلا بتفضل ماسك الموبايل ال 24 ساعة ما بيفصلش مثلا او مش بيقل 1%. انت بقى مخك شبه الموبايل، كل ما طولت في مدة المذاكرة كل ما عقلك هيبدأ ان كفاءته تقل ومش هيفهم المعلومة، حتى لو انت قرأتها 300 مرة مش هيفهمها. فلازم انك تاخد بريكات منتظمة، يعني تذاكر 30 دقيقة وتاخد بريك 5 دقايق، وده اللي اسمه بومودورو تكنيك. ولو انت مش عارف ايه هو البومودورو تكنيك، هتلاقي تحت برضو في الديسكريبشن بوكس فيديوهين كنت اتكلمت فيهم عن الموضوع ده. المهم هتذاكر 30 دقيقة وتاخد بريك 5 دقايق، هو ده اللي انا بمشي عليه عشان عقلي ما يفصلش، وعشان ان انا اقدر اذاكر اكبر مدة. يعني علمك انت ممكن تذاكر 5 ساعات، والخمس ساعات دول صافي كده انت ذاكرت فيهم ساعة ونص مثلا، عشان انت ما بتاخدش بريك. خد بريك، جرب تاخد بريك وهتلاقي ان شاء الله عمل فرق معاك. سادس نصيحة، رتب اولوياتك. اهم حاجة بالنسبة لي بعد ان انت تحدد اهدافك انك ترتب اولوياتك، يعني ان انت ترتب اللي انت هتعمله في يومك او في السنة او في الشهر او في الاسبوع بتاعك. يعني مثلا انا هرتب على يومي، انا كاتب ان انا هذاكر دراسات وانجليزي وعربي، تمام. كل مادة انا عارف ان هي هتاخد مثلا ساعة، تمام، او ساعتين. انا مش هذاكر الساعتين بتاع كل مادة متواصل، مثلا هذاكر 30 دقيقة زي ما قلت وهاخد 5 دقايق. لو مفيش وقت عندي وخلاص يومي قربت انام، فهذاكر ساعة وهاخد بريك 5 دقايق، هذاكر ساعة وهاخد بريك 5 دقايق. اهم حاجة بالنسبة لي بعد ان انت تكتب اهدافك انك ترتب اولوياتك. يعني مثلا انا كاتب ان انا هذاكر انجليزي ودراسات وعربي، يعني مثلا انا عندي درس كمان ساعة ساعتين، ان انا عندي درس دراسات مثلا. هل انا هبدأ بالانجليزي والعربي الاول؟ اكيد لا، المفروض ان انا ابدأ بالدراسات، ان لما ميعاد الدرس يقرب اكون عارف ان انا خلاص خلصت الواجب بتاعه ومذاكر، ولو مس سألتني هكون عارف اجاوب. فده اللي اسمه ترتيب الاولويات. فحاول دايما ان انت تشوف اهم حاجة بالنسبة لك وترتبها من الاهم الحاجات اللي مش مهمة. سابع نصيحة وهي جرب كتير. حاول انك تجرب حاجات كتير جدا، يعني مثلا في مجال الصحة الجسدية، وهو مثلا ان انت تجرب رياضات مختلفة، مثلا ان انت تجرب العاب قتالية زي ما قلت، وتجرب سباحة، وتجرب كورة، وتجرب كذا وكذا 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 لحد ما تلاقي اللي يظبط معاك وان انت تطور منه. وبرضه ده بيتطبق على كل مجالات الحياة دراسيا، يعني كل مجال الحياة حرفيا لازم ان انت تجرب فيهم لحد ما تلاقي ايه اللي يناسبك فعلا. طبعا النصيحة لما تفشل ما تستسلمش. حاول انك لما ما تنجحش في حاجة معينة او في مجال معين في حياتك ما تستسلمش وتقول خلاص انا ما عادش هكمل وكل الكلام ده. يعني مثلا جبت درجة وحشة بعد الشر يعني في الامتحان، تقعد بقى تأنب نفسك وكذا وكذا وكذا، وفي الاخر تلاقي ان انت عندك امتحان بكرة، وبرضو في الامتحان بتاع بكرة ده تجيب درجة وحشة. فهي كلها دايرة بتأثر على بعض. فحاول انك لما تفشل في حاجة تتجنب الزعل بتاع الحاجة دي، وتحاول ان انت تطور منها عشان ان شاء الله في المرة الجاية تجيب درجة اعلى. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عايز افكار فيديوهات تانية قولي تحت في التعليقات، وان شاء الله هعمل عنها فكرة الفيديو الجاي. وبس كده، سلام.